السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. جاي لكم النهارده بفيديو جديد. شايفين بقى ايه؟ حذر فذر ده ايه؟ دي مكرونه فيوتشيني ما عاملاها في الفرن. يعني ايه المكرونه الفيوتشيني دي؟ هي المكرونه الاسباجيتي بس عريضه شويه. بس بتبقى تحفه لما بتعمليها بقى زي الطريقه اللي انا هقولك عليها ديت وتدخليها الفرن. الكيس بتاعها ب 12 جنيه، بيقضي يعني لو عملتي كيس واحد بيقضي 5 افراد. ازاي؟ جربيها وقولي ام مليكه قالت. هي اقل شويه قد كده، لان المكرونه عريضه ما شاء الله بتطلع كميه كبيره قوي. وفي نفس الوقت يعني اقل كميه منها بتشبعك. شايفين اللي انا عاملاه ده كله؟ عاملاه بشويه صغيرين خالص. هوريهم لكم دلوقتي وانا بسلقها. كملوا الفيديو معايا للاخر عشان نشوف بقى عملنا العظمه دي ازاي. اول حاجه عملتها على النار، جبت حله كده صغيره وحطيت عليها شويه الملح، وهنزل بيها بالمكرونه. هوريكم بقى كميه المكرونه اللي انتوا شفتوها دلوقتي عملت ما شاء الله الطاجن. شفتوا قد شويه صغيرين ازاي؟ دي عملت الطاجن اللي انتوا شايفينه دلوقتي في اول الفيديو. هسيبها بقى كده. انا ما بحبهاش متكسره. لو انتوا عايزين تكسروها عشان تبقى سهل عليكم في الاكل ماشي، كسروها، بس يا دوبك الواحده اتنين بس، لان حلاوتها وهي بتلفيها على الشوك كده وتاكليها. هنا بقى نزلنا اهوت، جبت بصلايه بشرتها في المبشره، ومعلقه زيت ومعلقه سمنه صغيرين، وهقلب بقى كده لغايه ما تدبل كده. احنا مش هنحمرها، لا احنا بس بنديها تشويحه بسيطه كده. كان عندي نص ده ربع صدر فرخه، حته صدر كده كنت شايلاها من فرخه انا كنت عاملاها. قلت نعملها في اي يوم كده تغيير. مسكتها قطعتها صغير قوي، ونزلت بيها دلوقتي بيها على النار. كل دوت على نار متوسطه مش نار هاديه، عشان حته الفراخ ديت ما تطلعش الميه اللي فيها. هنشوح بقى كده. الاكله دي مش هتكمل معاكي تلت ساعه بالظبط. جبت ملح وفلفل، شويه كزبره، مكعب مرقه دجاج، مسكته يعني فتفته كده بايديا، وهنزل عليها كده. احنا كده دوت بندي طعم للفراخ، عشان دي اللي هتبقى الحشوه بتاعت المكرونه. والمكرونه على النار التانية اهي بتستوي. هي ما بتاخدش برضو سوا، هي سواها نفس سوا المكرونه العاديه. هنا خلاص. هو كان عندي بقى شويه زيتون صغيرين كده، نزلت بيهم. قلت بقى الزيتون دوت هيخلي طعم الفراخ فيها ميكس حلو كده. يعني البشاميل اللي طعمه تحسيه كده زي الزبده كده. الزيتون دوت هيديكي طعم كده، حدوقيه خفيفه كده. يعني بصي هتحسي انت هتاكلي الطبق مش محتاجه جنبه ولا مخلل ولا بطاطس ولا اي حاجه في اي حاجه. المعلقتين اللي انا حطيتهم قبل كده دولت معلقتين اتنين دقيق. معلقتين دول اتنين دقيق ليه؟ عشان احنا هنعمل الميكس ده كله، ده هيبقى يعتبر عن بشاميل بالفراخ وبالزيتون. خلاص نزلنا بكوبايتين اللبن. هنزود بس معلقه يعني نص كوبايه ميه كده مغليه من بتاعه المكرونه، عشان تخلي القوام بس معانا ولا تقيل ولا خفيف. كل دوت خلاص. انا كده كنت حطيت الملح وحطيت التوابل وحطيت مكعب مرقه الدجاج. خلاص كده يعتبر اصلا الاكله كده تعتبر شكرا خلصت. هصفي بقى المكرونه اهيت. خلاص كده الخليط بتاعنا اول ما نلاقيه، بص انا بوريكم بالمعلقه اللي هو خلاص بقى بدا يتقل كده، يبقى زي البشاميل كده. يا سلام بقى لو في بقى شويه مشروم بقى كنتوا تحطوهم وانتوا بتشوحوا الفراخ، هيوديكوا في حته تانية خالص. بس ما فيش، مش مشكله، احنا بنقضي اللي موجود معانا خلاص. شايفين؟ والله ده اقل من ربع صدر فرخه، هيعمل لنا طاجن محترم مكرونه تحفه. عيالك جربيها، هتلاقي عيالك هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. انت بذات نفسك هتحبيها. الاكله ديت في اي مطعم بمبلغ وقدره. هنا خلاص المكرونه اهيت خلاص صفتها. هنزل بقى هحطها في حله تانية، وهنزل بقى بالصوص ده، وهقلب بقى لغايه ما احس ان المكرونه كلها اتشربت من الصوص. احنا كل دوت على البارد، يعني خلاص احنا سلقنا المكرونه وطلعناها مثلا على الرخامه. الصوص اللي هو البشاميل اللي احنا عاملينه بالفراخ والزيتون خلاص طلعناه، حطيناه برده على الرخامه مش على النار. هنقلب كل دوت كده واحنا واقفين على الرخامه، في سبيل ان المكرونه تشد الصوص ده كله بقى. احنا عايزين بقى نخلي المكرونه مش ما ناكلهاش كده بس، لا احنا عايزين بقى نعزز الطعم كمان. يعني بصي خدمه 5 نجوم. شايفين الجمال؟ انا بحب المكرونه دي جدا. جربتها مره. هنا هو بعد ما قلبنا الخليط كله، جبت عندك بقى اي صينيه، اي طاجن، اي حاجه عندك بتدخليها الفرن. امسكيها حطيها اقلبي بس فيها الحاجه، مش هتحطي سمنه تحت ولا تحطي اي حاجه، لان البشاميل اللي اصلا انت عاملاه دوت هيعمل طبقه مش هيخليها تلزق. شويه الجبنه اللي انت شايفينها دول ده ب5 جنيه جبنه موتزاريلا. وكان عندي حته جبنه شيدر صغيره كده، مسكتها بشرتها، حطيتها بس على الوش كده، عشان يدينا بقى يدينا
الطعم بتاع الجبنة، وبنفس الوقت يدينا شكل حلو، ونفس الوقت يدينا ايه طعم الجبن بقى كده لما بيسيح هيزود وهيعزز الطعم بتاع المكرونة. شايفين بقى الجمال؟ ما عدتش الفرن من فوق ومن تحت، لا يا دوبك بس هو وكله اصلا مستوي. انا عايزه بس ايه الجبنه تسيح وفي نفس الوقت تاخد لون حلو. بس كده شكرا، كده اعتبر الاكله بتاعتنا خلصت. طلعتها بقى اهي، وهنشوف بقى احلى حاجه تاكليها بقى المكرونه ديت وهي سخنه. يعني انا كنت عاملاها قبل الفطار مثلا، حطيتها في الفرن كده. يعني انا كنت داخله اصلا قبل الفطار مثلا بساعه، على بس ما ظبطت شويه مواعين، جهزت العصير، عملت كذا، عملت دولت. وبعد ما خلاص حطيتها في الطبق البايركس انتوا شايفينه دوت او الطاجن، حطيت عليها الجبنه وسبتها بس ايه 10 دقايق كده عشان انا ظبطها على الوقت. يعني هحطها خلاص يبقى ما فيش بقى الا 5 دقايق كده على الاذان ما يأذن اكون غرفاها ونفطر وهي سخنه كده. شايفين بقى الميكس الجبنه اصلا كان عامل ازاي اللي على الوش؟ بجد جربوا الطريقه ديت، مش مكلفه خالص. يعني تعمليها بس من بواقي حته فرخه، حته صدر فرخه كده بقى معاك في التلاجة، 5 جنيه جبنه موتزاريلا، اللبن عندك. كيس المكرونه دوت بقولك يعني بيقعد مع عندي مثلا بزيادة عن الشهرين. ليه؟ انا باخد شويه صغيرين خالص بيقضونا، بيطلعوا كميه كبيره. جربوها وان شاء الله استناكم بقى في وصفه جديده. واللي عجبه بقى الفكره ديت وعملها يقول لي انا عملتها وبس. كل سنه وانتم طيبين.